مسلسل من 4 حلقات بس خلى الناس مش قادرة تنام، مش عشان فيه أكشن، مش عشان فيه لغز، عشان فيه سؤال واحد بيفضل في دماغك: إزاي ولد عمره 13 سنة وصل لده؟ أنا مش هجاوب على السؤال ده، هجاوب على سؤال تاني بس مش دلوقتي. ده بودكاست صحبة وأنا قلقانة. مسلسل adolescence أو adolescence على حسب ما بتنطقوها. خليني الأول بس أقول لكم كده ريفيو عن المسلسل عشان عندي كلام كتير قوي عن المسلسل ده. أول حاجة اللي مش عارف، مسلسل adolescence ده مسلسل من 4 حلقات. أول حلقة بنكتشف إن فيه جريمة. أنا هحرق يا جماعة، أنا هحرق المسلسل اللي عايز يتفرج، بس أنا هحرقه عشان بس الناس اللي بتتفرج اللي بتسمع. المسلسل من 4 حلقات. أول حلقة بنكتشف إن في جريمة قتل بتحصل. واحدة يعني بنت من مدرسة بتموت. بنكتشف إن المتهم في الجريمة دي هو ولد كان معاها في الفصل. عندي كلام كتير قوي عن المسلسل ده. أول حاجة، مسلسل كان صغير جدا، 4 حلقات، وحسيت إن هو يعني كنا محتاجين نفرش شوية، محتاجين المسلسل ده كان يطول. مبدئيا قبل أصلا ما أتفرج على المسلسل، أنا عارفة إن هو كان بقاله فترة ترندنج وكده، وما بتفرجش عليه ساعتها وأجلته. وما جيت بقى أتفرج عليه كان عندي بقى expectations اللي هو المسلسل ده واو، مسلسل بقى مفيش زيه، كل الناس بقى اتكلمت عنه، مسلسل تحفة، واللقطة اللي اتشهرت من المسلسل ومش عارفة ايه وكده، وقد ايه الإخراج، هو الإخراج تحفة يعني لا غبار عليه يعني، والإخراج والتمثيل حلوين، ما قلناش حاجة، بس قصة عادية جدا يعني، بجد قصة عادية جدا. و4 حلقات حاسة ان احنا دخلنا في كذا حاجة وما كملناهاش للآخر. وفي حاجة تانية ضايقتني في المسلسل طول مبدئيا كده شككني، المسلسل شككني في الأب من غير ما يكون الأب له أي ذنب في أي حاجة. من أول دقيقة أنا شاكة في الأب، إن هو ممكن إن هو يعني الولد اللي هو قتل زميلته ده، اللي هو المتهم الرئيسي في القضية، ممكن يكون عمل كده بسبب باباه مش عارفة كان بيعمل فيها حاجة. طلع ما فيش أي حاجة من الكلام ده، وشككني فيها على الفاضي يعني. أنا مش فاهمة ليه حاطينه شك على الأب من غير داعي يعني. أنا مش فاهمة، من أول عدم تعاطف معاه من أول لحظة في المسلسل ما حسيتش إن في عاطفة ما بين الأب والابن يعني. المفروض ان ابنه متهم في جريمة قتل يعني يكون في اي تعاطف اي حاجة. لا، مفيش الكلام كانش موجود. طول الوقت اسئلة حوالين الاب، سواء من الاخصائية اللي هي جت في الحلقة اللي هي اتشهرت جدا دي، قاعدة بتسأله عن باباه ومش عارفة ايه، وفي اصرار انه في حاجة وطلع في الاخر مفيش حاجة يعني. دي اول حاجة كانت معصبوني. تاني حاجة ان المسلسل طول الوقت كان بيرمي لي حتة بتاعت ان اللي حصل ده بسبب التنمر، ان هو ان هي تنمرت عليه عشان كده هو قتلها، وده ما كانش صح، ولكن احنا فهمنا بعدين اللي حصل. ولكن كان في طول الوقت تنمر ومش عارفة ايه وكده، وكانوا قاعدين بيشوفوا ايه السبب ان هو قتلها يعني، عشان الموضوع ده يحصل. بصراحة المسلسل كان حلو يعني، عشان منكرش كان حلو وشدني عشان كنت عايزة اعرف ايه اللي هيحصل في الاخر. ولكن يعني حاسة ان قصته عادية يعني، ما يعني قصته مش بالحجم اللي الناس كلها قاعدة تقول يعني. قصة عادية جدا، في مسلسلات كتير كانت قصتها أحلى من كده بكتير، ولكن هي بس عشان طريقة الإخراج
اللي هي خد كل المسلسل one shot، والتمثيل كان صراحة حلو قوي. الحلقة اللي هي اتشهرت، اللي هي التالت حلقة بتاعة التحقيق لما الأخصائية كانت بتحقق معاه، دي صراحة كانت خطيرة. ولكن يعني أنا عارفة إن هو الولد تقريبا أخد أوسكار على التمثيل بتاعه، بصراحة أنا شايفة إن اللي تاخد أوسكار فعلا هي الأخصائية اللي كانت بتحقق معاه في الحلقة. تمثيل خطير بجد، تمثيلها كان حلو قوي. عملت الدور حلو، وهو كمان عمل الدور حلو، يعني شاب مراهق غلس صراحة، فهو كان عامل الدور حلو قوي. دول الملاحظتين الصراحة اللي كانوا مضايقني من المسلسل بجد. يعني حسيت الوقت كنت داخلة باكسبكتيشنز عالية جدا، وحاسة بقى ان هو مسلسل بقى خلاص ده جامد بقى. اصلا اكتشفت في الاول انه 4 حلقات، انا ما كنتش عارفة انه 4 حلقات بس، فحسيت ان في حاجات ما كملناهاش، يعني احنا ما شفناش وقت حكم عليه بايه في الاخر. تاني حاجة كان في لحظة كده مش عارفة استسلام من الأهل اللي ابنهم متهم بجريمة قتل، يعني شيء غريب جدا، بالذات مامته. يعني حسيت إن مفيش أي تعاطف، طيب يعني ما شفناش أي لحظة تعاطف بتحضر إنها مش عارفة إيه أي حاجة، يعني ابنك متهم في جريمة قتل يعني. دول الصراحة الملاحظتين اللي أنا كنت عايزة أقولهم على المسلسل، اعتبروه ريفيو صغير كده. نيجي بقى للسؤال اللي فعلا المسلسل خلاني أفكر فيه، واكتشفت في الآخر إن هو ده سبب القتل، مش التنمر، وهو الرفض. خلينا نتكلم عن الرفض. العلم بيثبت إن الرفض الاجتماعي بيشغل نفس منطقة المخ اللي بتشتغل في الألم الجسدي. يعني لما حد بيرفضك، مخك مش بيقول حسيت بإحساس سيء، مخك بيقول اتجرحت. وزي ما الجرح الجسدي بيتعافى لو اتعالج صح، الرفض كمان ممكن يبقى learning signal، بيساعد الإنسان يفهم مين بيقدره ويبني العلاقات أو في المستقبل. يعني الرفض مش عدو بطبيعته، ولكن هو يعني حاجة ممكن نتعلم منها، ولكن لو اتخذت بطريقة أو اتعالجت بطريقة صح. ولكن ده لو يعني ممكن ما تحسش بالإحساس ده لو عندك حاجة تانية في حياتك بتحسسك بقيمتك. ولكن امتى يبقى فعلا الرفض خطر؟ الرفض بيبقى مشكلة لما يكون متكرر، لما العلاقة دي تكون مثلا مهمة جدا للشخص، أو لما الشخص مش عنده حاجة تانية بتحسسه بانتماء. يعني مثلا جيمي اللي هو المتهم الرئيسي في المسلسل ما كانش عنده حاجة تانية تحسسه بانتماء، وهو طول الوقت كان حاسس ان هو مرفوض، سواء من صحابه في المدرسة أو من البنت اللي هو قتلها. في دراسة بتقول لما حللوا 15 حالة إطلاق نار في المدارس، 13 من 15 عانوا من الرفض الاجتماعي. ولكن ده مش المفروض يؤدي إن الرفض يعمل مجرمين. معناه إن الرفض لما يكون في بيئة غير آمنة بيخلي الإنسان يدور على أي حاجة تانية تملى الفراغ دي. زي مثلا جيمي في المسلسل اللي احنا كنا بنتكلم عنه، لقى الأونلاين. ولكن برضو حتى الأونلاين لما جينا في الآخر عرفنا إن هو حتى ده فسر له يعني
عزلته أو عدم الانتماء اللي هو كان حاسس بيه بطريقة برضه غلط. قبل ما نكمل، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشوفوا الحلقات اللي فاتت، وتشيروا الحلقة دي مع صحابكم اللي شافوا المسلسل، وتقولوا لي رأيكم في المسلسل، ولو شفت يعني لو اتفرجتوا على المسلسل قولوا لي رأيكم فيه. نيجي بقى للسؤال اللي فعلا كنت عايزة أعرفه، ليه ال... يعني الرجالة تحديدا أو الشباب دايما لما مثلا يترفضوا أو حاجة دايما بيميلوا للعدوانية أكتر من لما مثلا يحصل رفض لبنت أو ست. يعني مثلا ليه مثلا جيمي اللي هو المفروض الشخص المتهم في المسلسل قرر ان هو يقتل زميلته دي لما رفضته، مع ان كان فيه ليه زميلة تانية في المسلسل برضو بيتم التنمر عليها وبيتم رفضها، ولكن عشان مثلا بيتم يعني العنصر عليها. ولكن ما حسيتش ان هي محتاجة تقتل حد مثلا. خلينا نشوف الإجابة دي مع بعض من خلال 3 حاجات. أول حاجة التطور. من منظور علم التطور إن الرجالة اتبرمجوا على مدى آلاف السنين إن الرفض هو تهديد للوجود، فالعدوانية كانت وسيلة للسيطرة، فالسيطرة بالتالي كانت تعني البقاء. يعني المخ عند الشباب أو الرجالة بيحس الرفض كتهديد وجودي، مش بس إن هو جرح للمشاعر. تاني حاجة الثقافة. الرجالة دايما اللي بيردوا بعنف على الرفض غالبا اتعلموا إن الراجل الشريف لازم يعمل حاجة لما يتعرض للرفض، إنه مجرد إنه يمشي ويقبل الرفض ده مش اوبشن يعني. فالرفض بيبقى دايما مربوط بإهانة الرجولة، مش بس رفض شخصي. عشان يرجع لمكانته يبقى لازما يرد. تالت حاجة غياب التعليم العاطفي. في كده معادلة اللي هو حساسية رفض عالية زائد الثقافة اللي مش صح زائد غياب القدرة على تنظيم المشاعر، يبقى فيه عنف على طول. ولكن لما نيجي نشوف اللي بيحصل مع الستات أو البنات، إن لما الست لما هي ترفض حد بتخاف من رد فعله، فبنضطر نستخدم استراتيجيات كتيرة عشان تضمن أمانها. يعني الرجالة يعني بيخافوا يبانوا إن هما ضعاف أو حاجة لما يتعرضوا للضعف. ولكن لما نيجي نشوف ده في المسلسل هنلاقي إن جيمي كان عنده 3 مع بعض. مخ بيحس إن الرفض كتهديد وجودي، ثقافة الأونلاين زي ما قلت اللي كانت بتقوله إن الرفض ده إهانة لرجولته. تالت حاجة مفيش حد علمه يتعامل مع المشاعر بتاعتها. السؤال هنا المسلسل كان بيسأل إزاي ولد عمره 13 سنة وصل لده، ولكن خلينا نسأل السؤال تاني. لما آخر مرة اترفضت كان عندك حاجة تانية بتحسسك بقيمتك ولا؟ عندي بقى هنا نقف شوية، وعندي هنا إجابة من وجهة نظري. أنا حاسة يعني ممكن ناس كتير تتخانق معايا بسبب الموضوع ده، ولكن ده وجهة نظري الشخصية. وجهة نظري الشخصية يا جماعة إن الرفض ده بالذات عند الرجالة بيبقى جاي من التربية والأم. الصراحة ده وجهة نظري الشخصية، أرجو ما نتخانقش مع بعض.
باحس إن التربية بالذات عندنا في الشرق الأوسط وكده، إن إحنا بنحس إن بنربي الشباب على إن براحته ما عندوش limits، مش بنقول له لأ على حاجة علشان هو الراجل كده، خلاص بيبقى في مخه اتبرمج إنه أنا يعني إيه تقولي لأ مثلًا، أو إزاي أنا اترفض في حاجة، وبيبدأ المخ بتاعهم بقى يشتغل defense mechanism، وممكن يوصل عدوانية أكتر من لما مثلًا ست ييجي لها رفض. ما بنشوفش كم العدوانية اللي بتحصل دي لما هي تترفض مثلًا. فأنا صراحة باقول من الموضوع ده بيرجع إن التربية بتاعة الأم، سوري، ده وجهة نظري الشخصية. آخر حاجة زي ما قلت هسألك سؤال تاني، لما آخر مرة اترفضت كان عندك حاجة تانية تحسسك بقيمتك، ولا الرفض ده ملا المساحة اللي عندك؟ الفرق بين الاتنين مش في الرفض، الفرق في اللي حواليك لما بيحصل. يعني مثلا جيمي ما كانش عنده حاجة حواليه، ولكن ده مش عذر، ده تفسير، والفرق بين الاتنين مهم. آخر حاجة عايزة أقولها إن الرفض مش معناه إن إحنا ناخد المواضيع بطريقة شخصية، أو إن أنا اترفضت فدي بقى نهاية العالم وإن أنا محتاج إن أنا أرد على الرفض ده. لأ عادي، ساعات بيبقى طبيعي، ساعات بيبقى صحي أصلا إن إحنا نحس بالرفض، عشان ده ممكن يعلمنا حاجة ويخلينا إن إحنا نتطور أو نغير من حاجة معينة فنبقى أحسن. مش شرط إن إحنا ناخد كل حاجة personal ونبقى محتاجين إن إحنا نرد على الموضوع ده. بس يعني ده كل اللي أنا عايزة أقوله النهاردة في الحلقة. فلو عجبتكم الحلقة ياريت متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتشوفوا الحلقات اللي فاتت، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الحلقات الجاية، وتشيروا الحلقة دي مع صحابكم. أشوفكم الحلقة الجاية.